الله، أين الصديق؟ ما سمي الصديق صديقا إلا من صدقه، فأين الصدق وأين أهل الصدق وأين زمان الصدق؟ ولكن إن شاء الله لا تزال في الناس بقية. إلى الله المشتكى. أين الذي إذا أحب أخاه أحبه صدق المحبة وتفانى في حبه ووده، حتى إنه لو نزلت بأخيه ضائقة تمنى أنها فيه وليست بأخيه. إنا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أين الصديق الذي أعطاك الصدق والحب والود من قلبه وفؤاده، لا يريد مطمعا من الدنيا ولا يريد شيئا من زينتها ولا سمعة ولا رياء، ولكن يريد وجه الله عز وجل. هذه الصداقة وهذه المحبة التي أسست على التقوى وبقيت إلى لقاء الله جل وعلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أول أساس تبنى عليه الصداقة الحب في الله عز وجل، أن يكون مدارك في حب الناس وإكرامهم وإجلالهم أن يكون لله عز وجل. ومن أحب قوما حشر معهم. فالصديق إذا أردت أن تتخذه عليك أن تعلم أن الله امتحنك وجعل لك أسبابا في الأخوة والصداقة، منها ما هو رخيص ومنها ما هو نفيس. فاربأ بنفسك واسم بقلبك وفؤادك أن يدخله إلا ولي الله جل جلاله. فإذا أصبح قلبك مع الله وفؤادك مع الله لم تحب إلا أولياء الله. ترى الرجل مرقع الثياب ليست عنده وظيفة وليس له مركز مرموق، تراه بحالة رثة مبكرا إلى المساجد، من أهل الصفوف الأول، من الراكعين، من الساجدين، تحبه لكن لله وفي الله. تحبه لأنه عامر لبيت الله جل جلاله. هذه المحبة التي تكون سببها الباعث وجه الله جل جلاله. وعندها إذا أحببته حشرك الله معه، لأنه لا يحب أمثال هؤلاء من خلال أعمالهم إلا من أحب الدين وطاعة الله. وأبى الله إلا أن يظل من أحب أخاه في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأولا أن يكون السبب للمحبة هو الله ومرضاة الله جل جلاله. وعندها تقرب من قربه الله وتبعد من أبعده الله. والله إن صدق العبد مع ربه ليحبن المطيع لله محبة قد تبلغ في بعض الأحيان أكثر من محبته لأخيه من أمه وأبيه، لأنه شيء يريده عند الله ورصيد الدخر في لقاء الله عز وجل، أن يكون السبب هو الله عز وجل. وكل شيء بني على غير طاعة الله عز وجل فإنه إلى فناء وإلى عدم وإلى خواء. فإذا أحب الرجل لمنصبه سرعان ما تزول المناصب وتذهب المراتب، وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، حينما يجد أن الناس كلها أحبته. فإذا زالت وظيفته وذهبت منزلته، ذهبت الناس التي كانت تعكف على بابه، وذهبت الناس التي كانت تحسن خطابه، وذهبت الناس وإذا به يقف صفر اليدين، لأنه شيء ليس لله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثانيا أن يكون الذي يحب إذا أحببت في الله أن تختار الصفات التي تعينك على قوة الرابطة والوشيجة. أن يكون هذا الأخ فيه من صفات الكمال ما تستطيع أن تضحي به في وقتك وتضحي به من مالك وعمرك للجلوس معه ولمعاهدته على الحب والود. بمعنى أنك لا تختار كل أحد، وإنما تقرب الصادق في قوله، الوفي في عهده وأمانته ووده، الأمين الذي تأمن على سرك. ولذلك قالوا في المثل قلوب الأحرار قبور الأسرار. تختار الوفي الكريم الأصيل الذي إذا أصابتك الضائقة وعنده قدرة
آثرك على نفسه. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذه الأخوة والصداقة. فالرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الرأس من الطعام وهو في شدة الجوع، فلما وضع بين يديه بكى وقال: والله إن أخي فلانا أحوج إليه مني. فحمل الرأس وذهب به إلى أخيه في الله. فلما وضع الرأس بين يدي أخيه بكى وتذكر أخا آخر وقال: والله إن فلانا أحوج إلى هذا مني. فحمل الرأس إلى الثاني، فما كان من الثاني إلا أن قال: والله إن فلانا أحوج إلى هذا الرأس مني. فحمله إلى الأول الذي بذله، فلما رآه بكى. هكذا كانت أخوة الصحابة، ولذلك زكاهم الله من فوق 7 سماوات، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الأخ الذي تجد فيه المعادن السليمة، المعدن الكريم والصفات الحميدة، الرجولة الكاملة، وتجد فيه الصدق والوفاء والمحبة، هذا هو الأخ الذي تعطيه خالص ودك وحبك. هذا الأخ الذي إذا عشت معه عشت سعيدا، قرير العين حميدا، لا يفشى لك سر، ولا تكشف لك عورة، ولا تحتقر يوم، ولا تذل. إن لبست غالي الثياب فرح كأنها عليه، وإن لبست رديئها وعضك الزمان بشدته تمعر في كربته كأنها على فؤاده وبدنه وجلدته. هذا الأخ الصادق الذي فيه الحب والود الصادق هو الذي إذا تولى بكته العيون وتقرحت لفراقه القلوب. 2 لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. هؤلاء هم الإخوة الصادقون الذين تجد أيامهم أياما كريمة وأفعالهم أفعال حميدة. الإنسان إذا أراد أن يؤاخي ويصادق ينظر إلى من يصدقه. ليس صديق المرء من لا يصدقه. قالوا: ما سمي الصديق صديقا إلا من صدقه. إن رأى منك خل سدها، وإن رأى منك نقصا كمله، وإن رأى منك عيبا ستره، وإن رأى منك منكرا ذكرك بالله وخوفك بالله، وإن رآك على طاعة الله ثبتك وأعانك. فمن أراد أن يبحث عن الإخوان فليبحث عن هؤلاء. وقفت ذات يوم بعد أن صليت الجمعة في أحد المساجد في المدينة، وكان عمري في 17 تقريبا، وكان هناك رجل كبير سن فيه صلاح عجيب أحسبه ولا أزكي على الله، وكان يأتي من قرابة 300 كيلو. يقول لابني: كنت أخطب الجمعة في جوار مزرعة الوالد رحمه الله، وكان من الإخوان الأولين الصادقين نحسبهم، وعمر إلى فوق 70 رحمه الله برحمته الواسعة. فكان ينادي ابنه من المدينة ويقول له: أريد أن تأتي توصلني حتى أسلم على فلان لأني أحبه في الله. أسأل الله أن يقدس روحه في جنات النعيم. فذات يوم من الأيام صلى معي الجمعة، فرأيته فسلمت عليه وقلت له: كيف حالك يا فلان؟ قال: بخير. فقلت له: كيف حال الإخوان؟ يعني كأن الإنسان يسأل عن إخوان الإنسان وقرب. فوالله ما تمالكت عيناه أن ذرفت الدمع وسكت، ثم نشج وقال لي: يا شيخ محمد، هو بقي إخوان؟ رحمه الله برحمة الله. قال: كنا نلتقي ونحن في الأسفار، يرى الرجل منا أخاه فننيخ، ما كان في سيارات، ننيخ الأبعرة ونجلس نتذاكر القرآن، لا يعرف بعضنا بعضا، يعلم بعضنا القرآن وشرائع الإسلام، ثم نفترق آخر النهار نبكي كأننا قد عاشرنا إخواننا أعمارا عديدة، لأنها لله وفي الله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا محبة الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا